الأهلي يفوز على حرس الحدود 3-2، والزمالك يتعادل مع الجونة 1-1 في الدقايق الأخيرة. بصراحة ولا الأهلي بيلعب كورة ولا الزمالك بيلعب كورة، الفرقتين وحشين جدا. الزمالك ما لعبش السنة دي غير ماتش واحد، هو ماتش المصري اللي كان فيه كورة حقيقية، وبقية الماتشات كلها بيكسب. المكسب بيداري على حاجات كتير. والأهلي نفس الكلام، لعب ماتشات كلها ما فيهاش كورة، والدليل على كده ان الأهلي ما كسبش ماتشات غير ماتشين في ال7 ماتشات اللي هو لعبهم، ومركزه بيدل على كده، وكورته مش موجودة. الأهلي مش موجود حرفيا، وبقى مستباح لأي حد. دفاعيا مش موجود، أي حد ممكن يجيب اجوان وأي حد ممكن يكسب الأهلي في أي وقت. الزمالك بيفرط في الهدايا اللي الأندية بتديها له، ولما المصري تعادل الزمالك ما كسبش. الزمالك عنده مشكلة ان هو بيكسب الفرق الكبيرة، لكن مع الفرق الصغيرة ما بيعرفش يكسب. كل الهدايا بتروح. الموضوع قرب. نداء للنادي الاهلي، يا ريت النادي الاهلي يدور لنا. يعني ايه نادي الاهلي مش عارف يجيب باك رايت ولا باك ليفت؟ احنا محتاجين باك رايت، باك يمين، وباك شمال باي طريقه. احنا محتاجين حاجه كده زي الشيبي. مفيش في النادي الاهلي حد عنده عينين يعرف يجيب لنا باك زي الشيبي. في الاخر الزمالك لسه محافظ على مركزه الاول، والاهلي بقى السادس. بقينا نشوفه في الجدول، ولسه هنستنى اللقاء القادم وهو لقاء القمة بين الاهلي والزمالك، وده اللي هيبين كل حاجة. سلام.